ده المحل الوحيد اللي هو في العتبة في الموسك التاني، واسعاره كويسه جدا وعنده كل اي حاجه انتوا عاوزينها. اوريكم شكل المحل عامل ازاي والحاجات اللي فيه واسعاره حلوه ازاي. انواع التمر يا جماعه والعصاير كلها وبارخص الاسعار. بصوا كده اي حاجه انتوا عاوزينها. بص اسعار كويسه جدا جدا مع كل المنافسين. انواع بقى التمر كلها. ده تمر كده بص كده والشوكولاتات كل حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه ان شاء الله بشقه الرحمن جايبه لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. بشقه الرحمن فيديو النهارده بتاعنا مطبخ من اطباق مطبخ ماما نونه، من الحاجات الجميله جدا السهله جدا اللي انا جايباها لكم. تمر ازاي؟ انا بعمل تمر في البيت، عمري ما بشتري تمر من بره خالص. التمر ده في حد وسط البلد بيبيع التمر ده جميل جدا جدا. في عندنا يا جماعه تمر، احنا عارفين التمر ده فيه انه كذا. في التمر السكر اللي الناس كلها عارفاه وبتجيب، ده تمر سكر. وفي تمر ده اللي بنحنا بنخمره عندنا ده. في بقى تمر تاني في ناس كتير قوي جدا ما تعرف. التمر ده ما بيخش سكر كتير واسمه تمر هندي، تمر مستورد مش مصري. التمر ده اسمه تمر بودره. التمر ده جميل جدا جدا وطعمه حلو. وتاني حاجه ما بيخش سكر كتير. تعالوا اوريكم تمر تاني اللي انا بكلمكم عليه. التمر ده عند العطار بتقول له انا عاوز تمر بودره، هو اغلى شويه بس انضف واطعم. وتاني حاجه ما بيخش سكر كتير. ده بياخد سكر كتير وده بياخد سكر كتير. ده ما بيخش سكر كتير صدقين. تعالوا اجرب معاكم واوريكم ازاي ما بيخش سكر كتير. انا جبت شفشق الميه بتاعنا اهو، بص شفشق كبير اهو بالصغير، وجبنا السكر وده السكر اهو. تعالى نشوف هنحط قد ايه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. خشوا يا جماعه الاشتراك واللايك، اشتراكاتكم طبعا بتفرق معانا كتير قوي. كل سنه وانتم طيبين. ادي الله واحد ملوش تاني. 3 4 معالق سكر على شفشق كبير، بس 4 معالق سكر كبار. ولو الناس بتحب سكر قوي ممكن تحط 5 عشان عند الاولاد بيحبوا مسكر. انا حطيت 5 وبحط التمر معاه. بحط بقى كام معلقه تمر؟ بحط 3 معالق تمر لما كلهم مع بعض. ادي 1 2 3. شفتوا عامل ازاي؟ ده بالنسبه للتمر الهندي بيخش سكر كتير، حلو جدا، طعمه حلو جدا. وتاني حاجه يعني ارخص من المحلات بتجوه من بره. يعني تعمل زي كده ب4 معالق سكر و3 معالق تمر. تعالى نقلبه مع بعض نجهزه واقول لكم ازاي، هوريهم لكم بعد ما اخلص. قد انا قلبته. شفتوا يا جماعه تقلي ازاي؟ علمكم 3 معالق كتار جدا مش قليلين، يعني ممكن تعملوهم بمعلقتين كفايه قوي عشان هو اصلا التمر طبعه تقيل. قلت لهم بقى النهارده اعمل لكم حاجه مع التمر ده، حاجه جميله جدا جدا. ايه بقى؟ ايه؟ كوبايه تمر بالزبيب. في حاجه كده قلت انا اعملها كده ونشوف ايه هيبقى طعمها. كوبايه صغيره. عملنا التمر بتاعنا خلاص اهو، بالهنا والشفا كل اللي يشرب منه. معلقه السكر، نص معلقه تمر، قلبناهم مع بعضهم كده وهنشوف طعمهم هيبقى عامل ايه. جبنا الزبيب بتاعنا حطينا حبه هنقلبهم مع بعض. الزبيب طبعا ايه نزل كله تحت، طبعا كسبته نزلت كلها تحت، بس متهيألي يبقى مسكر قوي، بس هي تجربه. كوبايه تمر بالزبيب نحط عليها حبه جوز هند وهنشوف طعمها عامل ايه. يبقى انا ايه بعد كده هنقولها لكم يبقى طعمها عامل ايه. الفيديو لو عجبكم يا جماعه قولوا لي رايكم، وشكرا لكم على متابعتكم معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعه الاشتراكات واللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.